في ليلة كروية نسجت خيوطها على بساط العشب الأخضر بملعب خليفة الدولي، خطف المنتخب الجزائري الأضواء واعتلى صدارة المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب، بعد أن أجهز على نظيره العراقي بثنائية نظيفة في ختام دور المجموعات. الهدف الأول جاء بتوقيع المدافع محمد الأمين توغاي في آخر نفس من الشوط الأول، حين ارتقى فوق الجميع ليودع الكرة برأسه في الشباك، معلنا بداية الهيمنة الجزائرية. ومع بداية الشوط الثاني وبعد أرضية من ياسين إبراهيمي، أضاف السعد ناطق الهدف الثاني ضد مرماه بعد ارتباك في الدفاع العراقي ليؤكد تفوق الخضر ويقضي على آمال أسود الرافدين في العودة. بهذا الانتصار يواصل محاربو الصحراء كتابة فصول جديدة في كتاب المجد العربي، حاملين آمال الجماهير الجزائرية في الحفاظ على اللقب، وماضين بثقة نحو الأدوار الإقصائية حيث لا مكان إلا للأقوياء.